السلام عليكم على أجمل وأغلى اخوات في الدنيا، كل سنة وانتم بألف خير. إن شاء الله هنعمل نوع حلو أوي من مخبوزات الأفران، ويطلع معاكي بإذن الله ناجح وسهل جدا. حشوة جميلة أوي زي سندوتش بالعجوة كده أو بالجبنة، الحشوة اللي انت حباها. هنقول من خلال الفيديو كل أسرار وكل تركات، خطوة بخطوة، من سواء العجين أو التسوية أو ازاي تطلع معاكي المخبوزات حلوة لآخر وقت ما تبرولش معاكي. سمي كده الله ونصلح حبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ندخل نشوف المكونات بتاعتنا إن شاء الله، وإن شاء الله تطلع معاكم سهلة وتسلم إيديكم مقدما. أول حاجة بنجيب بولة كده أو طبق ونحطه. هاخد معايا بقى كوباية وكوبايتين من المية الدافية، احنا هنعمل كيلو من الدقيق. كوبايتين من المية الدافية، نص كوباية من السكر. وكتب لك إن شاء الله المكونات بتاعتنا في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام. معلقة ونص من الخميرة الفورية، معلقة ونص من الخميرة الفورية حوالي 20 جرام. الكوبايتين حوالي 400 جرام. نص معلقة من السكر، نص كوباية من السكر حوالي 50 جرام. هنزل عليهم بقى بتلات اربع معالق من الدقيق واقلب الحاجات دي كلها بعضها كده. دي هيعمل ايه؟ انا لا، ده هنعمل زي بولش كده او هنعمل تخمير للعجينة. تمام. بنحطهم كده مع بعض ونسيبهم يفوروا مع بعض، يدوا بقى تخمير مع بعض كده، نيجي نشتغل بيها في العجينة. تحس ان العجينة هشة وفيها لتة من جوه كده، زيها زي اللي بتيجي من المخابز بالظبط. قلبت كويس جدا بمضرب، احط معايا معلقة من الخل وهسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض، ونص معلقة صغيرة من الملح، وربع كوباية من الزيت. ربع كوباية بس من الزيت يا نجلاء، ايوه ربع كوباية من الزيت على الكيلو، لان احنا هنعمل مخبوزات هشة كده وطرية، وكل ما تزودي المادة الدهنية بتاعتك كل ما هتتكتم معاكي. في مخبوزات بتستحمل نحط كوباية، في مخبوزات بنحط نص كوباية. احنا حطينا في العجينة دي ربع كوباية بس. وهنزل عليها بقى زي ما حضراتكم شايفين بالدقيق بقى، شوية بشوية كده. احط الدقيق بتاعي شوية بشوية لغاية ما يديكي معايا العجينة الحلوة معانا. خلاص بقى هو بياخد ويدي كده مع بعضه ان هو ايه، خلاص يخمر. فحطيت كمان معلقتين من الدقيق وقمت جايه مقلبه تقليبه حلوه، واسيبها بقى كده شويه ان هي تخمر وتترفع معايا. قعدت معايا قد ايه كده يا نجلاء؟ ربع ساعه. غطيتها بكيس كده وقمت جايه بقى انزل بقى بقيه الدقيق زي ما حضراتكم شايفين كده. انزلي ببقيه الدقيق بقى كده ونعجن شويه بشويه. اهم حاجه ان المخبوزات بتاعتك او المعجنات بتاعتك تطلع كويسه وطريه وتقعد معاكي بالاسبوع. لو سبتيها بره التلاجة يومين تلاتة اربعة ما تبرولش معاكي ولا تفرول. العجن، ايه العجن يا نجلاء؟ ان انت تعجنيها كويس جدا. كمان نوعيه الدقيق ده دقيق متعدد الاستخدامات، دقيق للمخبوزات. لو انت مش مثلا في منطقه زي بتاعتنا كده ارياف، انت بتروحي للسوبر ماركت وتقولي عايزه دقيق مخبوزات او دقيق متعدد الاستخدامات، وتبتدي بقى ايه، تجيبيه وتحطيه عندك كيلو اتنين، يبقى عندك في البيت الخير كله يا رب. معايا بقى الميه بقى، وبحط شويه بشويه من الميه، وان شاء الله هكتب لك في صندوق الوصف المكونات بتاعتي كوبايه وبالجرام، وتطلع معاكي باذن الله زي الفل. ده كيلو دقيق، وكيلو دقيق ما يعادل 8 كوبايات من المج العادي بتاع الشاي بتاعنا. والميه برضو بعايرها بكده. خدت معايا ميه قد ايه؟ خدت تقريبا 3 كوبايات الا ربع من الميه. كل ما العجينه بتاعتك الطبق ينضف وما بقاش فيه دقيق ولا عجين ولا حاجه، تعرفي ان انت كده ماشيه مظبوط. طيب بجيب بقى النقطه من الميه او معلقتين ثلاثه من الميه في بوله، وبدهن بقى ايديا كده. طول ما انا بدهن بلت، انت واخده بالك؟ يعني بدهن ايديا ولت وافرد واعمل على الرخامه زي ما انت شايفه كده. ده بيتلزق معاكي، روحي اغسلي ايديكي وغطيها بكيس وارجعي لها لغايه ما تديكي نتيجه حلوه. طب انا عندي عجانه بفضل الله وكرمه، استعملي العجانه لغايه ما تديك عجينه مطاطيه. مش عايزين عجينه تتقطع، ولا عايزين عجينه تتقطع زي البسكوتات او القرص والقراقيش والحاجات دي، لا. احنا عايزينها زي اللبانه، كل ما تدعكي فيها كل ما تطرى معاكي وتبقى زي اللبانه وتبقى ناعمه جدا. ادعكي ما تستخسريش فيها، ولو مثلا تعبتي غطيها بكيس واشطفي ايديكي وارجعي لها تاني واديها، تبصي تلاقيها ما بتلزقش معاكي وتبقى طريه معاكي وزي الفل. كورتها بقى كده، شوفي بسم الله ما شاء الله حلوه جدا اهي. دهنت بقى الطبق او البوله اللي انا هشتغل فيها نقطه من الزيت كده هغلف بيها العجين اهي، نقطة بس بسيطة كده. غلفت بها العجينة وهحطها بقى تخمر معايا. عايزة تخمير سريع هتعملها حمام مية، بتحطي مية دافية يعني فوق الدافية بشوية، ولا منها سخنة قوي مغلية ولا منها دافية باردة، لا. بحطهم الاتنين في قلب بعض واسيبها تخمر معايا. طب انا ما وريش يعني ورايا شغل تاني واسيبها تخمر براحتها، بتغطيها وتسيبها في المطبخ بقى كده جنبك، تحتها فوطة كده وفوقها فوطين، وتسيبها تخمر براحتها. تمام. او تشغلي الفرن بقى على حاجة هادية كده وتدخليها الفرن، يكون تحتها كرتونة كده وفوقها فوطة او تحتها فوطة،
بس يكون الفرن انطفى، دفيتيه وبعد كده طفيتي الفرن. جبت بقى حشوة العجوة دي، قالب عجوة ده ب14 جنيه، حطيت له نص معلقة كده سمنة، أي سمنة موجودة عندك بس تكون ريحتها حلوة. مفيش سمنة ممكن تحطي معلقة من الزيت. لو كده هي طرية مش هتحتاج منك أي حاجة. بدعكها بقى كده كويس جدا، وبعملها بقى على هيئة صوابع، على هيئة كور، الحشوة اللي انت حباها. أنا عملتها على هيئة صوابع كده، على هيئة كور، وبعد كده هعملها صوابع. ليه بقى يا نجلاء؟ علشان احنا هنعمل الحشوة بتاعتنا، المخبوزات بتاعتنا مطولة شوية، تحس ان هي طويلة زي السندوتش كده. هعمل بقى العجوة كلها بتسهل معايا ان انا اشكلها كلها واسيبها معايا، هتطلع معاكي زي الفل. بدل ما مثلا ما كل شويه ناخد قطعه بقطعه، ساعات انا بحب اخد قطعه بقطعه كده، ايديا ما شاء الله بتبقى سريعه شويه. شوفوا بقى، بسم الله ما شاء الله التخمير. بعتذر بقى عن الاضاءه، كان النور بيقطع، وكانت الاضاءه بتعلى وتوطى لوحدها. خلاص بقى، بعد ما اتخمرت كده ما شاء الله وزادت حسن وجمال كده، هنزلها بقى على الرخامه بتاعتي، والرخامه تكون نظيفه. او شوفي انت بتشتغل على مفرش، على طبليه، زي ما انت شايفه كده. الفرده دي بتفرق معايا قوي يا جماعه في المخبوزات. بتديكي بقى طريقه كده هشه، ومن جوه تحس ان هي عامله زي الخيط كده، زي الغيمه. جبت بقى المقطع بتاعي او بالسكينه، واشكل بقى ايه العجين بتاعي. يعني زي ما تقولي ايه، تقرصيه. انت بقى لو عايزاه يطلع كله قد بعضه بنعمل الطريقه دي. لو تقرصيه قطع صغيره زي ما انا كنت بعمل الاول، برضو براحتك يعني. احنا مش هنبيع ولا حاجه، احنا عاملينه في البيت. بجيب بقى قطعه كده واقطعها، بصي اهو، والمها اهي زي الكوره. المرحله دي مهمه قوي، مرحله التشكيل ديت. بتديكي، شوفي بقى ما شاء الله، تديكي طراوه للعجينه. بمسكها كده بتنط معايا، بحيث ان هي مرتاحه وخمرانه واخده وقتها. اخلص بقى الكميه كلها زي ما حضراتكم شايفين تقطيع. بجيب الطبق بتاعي، حط عليه دهنه من الزيت بسيطه، مش هحط اي دقيق، ابطط عليه حتى يبقى مارت يا دوب دهنه ايديا، ومسحه السطح اللي انا شغاله عليه، الكونتر اللي انا شغاله عليه. وبقطع بقى بالطريقه دي على قد ما بقدر، بخليها تطلع قد بعضها. طب لو ايديا ما بتطلعش قد بعضه وعايزاها قد بعضها، بالميزان بقى، بتجيبي الميزان اللي هو حساس الصغير ده، مش غالي، هتلاقي سكه 80 جنيه ولا حاجه. وتبتدي ان انت تشتغلي بيه. لازم تجيبوه، بيبقى حلو جدا وبينفع معاكي في المطبخ، واي حاجه سواء حلويات مخبوزات بينفع معاكي. طب نقدر نعمل منه مشروع ونطلع منه اونلاين اوردرات وكده؟ تقدري. طبعا الكيلو مطلع معايا اكتر من 50 قطعه، لان القطع صغيره، في حجم الكرة كده بتاع 20 جرام. تمام. واللي بلاقيها بقى صغيره معايا، الحروف بتبقى رقيقه شويه، برجع احط قطعتين صغيرين فوق بعض. شايفاه اهي، يعني بوايم ايديكي تبقى ميزان كده. دهنت بقى دهنه من الزيت الكونتر والسطح اللي انا شغاله عليه، الاطباق اللي انا هحط عليها الصواني. ومعايا بقى ايه الغلاف بتاعهم. هغطي بايه؟ مش هنغطي بفوطه، هتغطي باكياس، اكياس من بتاعه التلاجات، تفتحيها وبتغطي بيه. لو غطيتي بفوطه الوش هيقشف وينشف معاكي، وهيديلك منظر مش حلو خالص. يبقى لما تيجي تغطي المخبوزات بتاعتك من خطوه لخطوه، غطيها باكياس وفوق منها الفوطه. انما كده لو غطيتي الفوطه لوحدها مش هتديكي منظر حلو خالص. خلصت بقى كده الكميه كلها بعد ما قطعتها كلها. هسيبها بقى ترتاح بقى شويه معايا. طبعا انا ما سبتهاش ترتاح. انا عبال ما قطعت الصينيه التانية، وما خدوا مني تقطيع 3 صواني، عبال ما قطعت ايه الصواني كلها وحطيتها، هرجع للصينيه الاولانيه. التغطيه بالكيس مهمه جدا يا جماعه. هروح بقى اجيب اول صينيه انا اشتغلت فيها، ومعايا بقى الحشوه جاهزه، عملتها صوابع كده زي الكفته اهي، سهل جدا وبسيط. بجيب بقى كده بعملها زي البوريك اهي، بصي سهله جدا اهي، حاجه بسيطه خالص. بتجيبيها كده تديها ضغطه كده بقى على شوفي نقطه من الزيت. بدهن الرخامه كلها، وبدهن ايدي. طبعا الرخامه نظيفه، ما فيهاش اي حاجه. انا قبل ما اشتغل بكون مصبناها ومنضفاها، ما عليهاش اي ميه، ما عليهاش اي حاجه. ما فيش عندك مفرش بقى سيليكون او حاجه كده انت بتفردي عليها، او خشبه بلانشه كده تبتدي تفردي عليها. نقدر بقى نحط كام واحده كده على السطح بتاعي، وافردها كلها مره واحده، اضغطها كده ضغطه مع بعضها. بصي اهو بايدينا كده مطوله كده، بديها تطويله اهي. سهله جدا خالص يا جماعه. طب انا لو حابه اعمل لها اي حشوه تانية، طبعا ايديا دايما تطلع الحاجه كبيره على صغيره. ببتدي ان احنا نحطها بقى الحشوه. بفرد بقى الحشوه بتاعتي بعد ما كانت زي الكفته، بفردها كده في قلبها، وبلمها بقى كده بايديا الاتنين. مفيش اسهل من كده. المراحل دي مهمة جدا، ماشي زي ما الخطوات مظبوطة عشان تطلع معاكي بإذن الله زي الفل. بقفلها بقى كلها كويس قوي، وما باجي نرص عليها في الصاج بحطها على التقفيلة بتاعتها. بصي بقى، بضغطها بقى كده ضغطة خفيفة كده. جبت الصاج بتاعي ما دهنتوش اي حاجة، وابتدي انقل بقى المخبوزات بتاعي. بنقلها كده زي الفينو، ومفردها على الصينية.
بفردها على الصينيه معايا، شوفي كده اهو، بفردها وهي محطوطه. في الاثناء دي بقى بتكون خمرت شويه معايا، بقوم جايبه موز بقى ومقطعاه تفتيحات كده من فوق، 3 4 تفتيحات. عايزاها تخينه شويه ممكن تسيبيها شويه ايه عاليه مرتفعه، عايزاها زي ما انا عملتها كده نص تبطيطه، تقدري تعمليها نص تبطيطه. موز يكون نضيف، ما يكونش ايه مستعمل في بري اقلام ولا اي كلام من ده. تمام كده، تمام. باعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. طب باكت العجوة يا نجلاء إيه على قد كيلو الدقيق بتاعي؟ لا، باكت العجوة إيه فاض منه ما شاء الله، يعني عملته فاض منه. بعد ما رشيت بقى كده اللهم صل وسلم على كامل النور، رشيت رشة من المية بسكر وحطيت شوية سمسم وحبة البركة. أول ما تحطيه السمسم ترشي شوية مية بسكر بس كده. طب لو أنا عايزة أحط بقى سائل تاني ممكن تحط شوية حليب، ممكن تجيبي صفار بيضة وتحطي معاه شوية مية بسكر، وظرف فانيليا ومعلقة من الخل، وتبتدي ان انت تدهني حاجة كده. ما شاء الله طلعوا كمية معايا، طلعوا 4 صاجات 30 في 40. دايما الكيلو بيطلع معاكي 4 صاجات 30 في 40. وبعد ما بخلص برش رشة من المية بسكر، ميه بسكر عاديه خالص، وبعبيها في قلب البخاخ. والسمسم بقى طبعا بيضاعف القيمه الغذائيه معاكي. واسيبهم بقى يخمروا، تسيبهم قد ايه؟ نص ساعه كمان بقى كده. الجو كان يعني انا مصوره الفيديو ده من شويه والجو كان لسه حر. سبتهم بقى معايا كده قد نص ساعه وغطيتهم باكياس وسبتهم ياخدوا يدوا مع بعض. ندخل بقى الفرن على درجه حراره ايه، ندخل الفرن لو فرن البوتاجاز على درجه حراره 200، اعلى درجه حراره عندك. وتحطي الفرن الشبكه بتاعتك في الوسط. بيقعد معايا قد ايه، من 10 دقايق ل 12 دقيقة، ما بياخدش وقت معايا طويل. اول ما بياخد لون من تحت بقوم جايه قايداله الشواية ياخد بقى لون من فوق. وتخلي بالك من الشواية بقى، التسوية دي بتبقى بايديكي، تاخد وتدي مع بعضها. خدت لون من فوق كده من النص والجناب لسه، بجيب حتة كرتونة او حتة ورقة رشها رشة مية خفيفة من فوق كده، وبقوم حطها تحت الشواية على الحتة اللي هي إيه اتحمرت والجناب كانت لسه. وبهدي النار علشان النار بتاع الشوايه ما تلهفش المخبوزات بتاعتي. وكل 3 دقايق تغيري الصاج بتاعك. طب والفرن البلدي بتاعنا نفس الطريقه، انا عملت كتير معاكم مخبوزات على الفرن البلدي. بحط بقى تحت في المقعده صاج قديم كده او صينيه قديمه، بترفع معايا مقعده القاعده بتاعه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بتاعت الصينيه، ان هي ما تتلهفش من تحت. ادي الورقه اهي علشان خدت مني لون من تحت. بحط بقى صينيه من تحت كده، ساعه ما تاخد لون بقوم جايه رافعاها على الشبكه من فوق زي ما حضراتكم شايفين، على اعلى درجه حراره عشان ما تطلعش معاكي مبروله، تطلع معاكي ناشفه. شايفه ما شاء الله؟ شلت الورقه كده خدت معايا اللون كله. وبنبتدي ان احنا نطلعها بقى كده. اول ما بتطلع بطلعها بقى احطها فوطه، وفوق الفوطه بحط كيس كده نضيف، او الاكياس اللي كنا مغطين بقى العجين، عشان لما المخبوزات بتاعتك اول ما بتطلع برشها برشه من ميه بسكر، وبحط عليها الفوط عشان تاخد البخار. وفوق الفوطه الكيس بيديها بقى طراوه كده وتفضل طريه معاك. طب اخزنها ازاي يا نجلاء وهي لسه طالعه كده دافيه؟ بتحطيها في علب او في اكياس على قد استعمالك، تحطي 4 وحدات 5 وحدات 10 وحدات براحتك، على قد فطاركم وعلى قد لو الولاد خدوا منها في الدروس او المدارس. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. يا رب النهاردة الوصفة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم بشيء. وتسلم ايديكم وتسلم عينيكم مقدما. بحبكم جدا، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي كده. اتمنى بقى اللي ما اشتركش في القناة ينورني لايك وشير كده. ربنا يا رب يعزكم وما يحرمنيش منكم ابدا. دمتم بخير وعلى خير في حفظ الله وامانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.